اهلا اهلا. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو النهاردة يا جماعة مختلف شوية، هو عن عداد الكهرباء المسبق الدفع. قبل ما نبدأ الكلام ما تنسيش لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن، سبسكرايب للقناة لو انت اول مرة تشوفيني، وتفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد انزله. بصوا بقى يا جماعة، لما تبقى عندك اللمبات بتاعت الشقة كلها موفرة واستهلاكك في الأجهزة محدود، يعني استهلاكك ما يعديش 100 جنيه، ولما تبقي شحنة ب200 أو 300 جنيه في الشهر وما يكملوش معاكي الشهر حتى كمان، بجد حاجة فظيعة جدا. دي تبقى سرقة علنية وظلم في عز الظروف اللي احنا بنعيشه فيها دي، فبجد لنا الله. هم في شركة الكهرباء عارفين ان العداد ده بيظلم ناس كتير، فمش عارفة بصراحة هم ساكتين عليه ليه. مفروض يعني يوعوا الناس ويعرفوهم ازاي بيتعاملوا معاه. ففي حد كده من شركة الكهرباء قال لي تقدري تخففي استهلاكك من العداد ده بشكل اوتوماتيك، هيخليكي تنزلي الشريحة قليلة خالص، بس لو اتبعتي الخطوات اللي انا هقولك عليها دي. بصوا، اول حاجة لما تيجي تشحني العداد، افصلي كل الاجهزة الكهربائية اللي عندك وشغلي لمبة او لمبتين بالكتير. بعد كده اشحني الكارت، وبعدها بساعة او ساعتين ابدأي شغلي اجهزتك تاني. معلش استحملي. اللي بيحصل بقى لما تعملي الكلام ده كله، ان العداد بتاعك بيقرأ او بينزل للشريحة الاولى او الخفيفة، اللي هي ايه؟ استهلاكك في اللمبة او اللمبتين اللي انتي شغلتيهم لمدة ساعة او ساعتين. فبيفضل العداد كده مبرمج نفسه على كده معظم الشهر. في ناس بقى بتتظلم ان هي مش عارفة الموضوع دوت، فلما تيجي تشحن بتبقى مشغلة الاجهزة بتاعتها كلها، فلما تيجي تشحن الكارت بتاعها فالعداد بيقرأ على الاستهلاك اللي هي موجودة عليه، فبيفضل استهلاكها عالي طول الشهر. هو ده بقى الظلم. فاللي انت بتعمليه بقى انك لما تيجي تشحني العداد بتاعك تفصلي كل الأجهزة الكهربية اللي انتي بتشغليها، وتسيبي لمبة أو لمبتين بالكتير، وبعد بقى ساعة أو ساعتين ابدأي بقى شغلي أجهزتك تاني، سواء بقى غسالة أو سخان أو أي حاجة بتستخدميها. طبعا مش بالنهار كده او الولاد صاحيين مش هتعرفي ان انتي تستغني عن الاجهزة بتاعتك ساعة او ساعتين. فاللي انا بعمله لما نيجي ندخل ننام وكده، فبقوم شحنة الكارت بتاعي وسايبة بقى لمبة او لمبتين كده، فيكون الولاد نايمين والاستهلاك ضعيف جدا. او يعني مثلا بصحى بدري شوية قبل ما الولاد ويصحوا كده، فبشحنه وبفضل بقى ساعة او ساعتين بالكتير كده لحد ما يصحوا بقى، وابدأ ان انا اشغل الاجهزة تاني. هو زي ما في عيوب في مميزات. المميزات بتاعته اللي انا ببقى عارفة استهلاكي في الشهر قد ايه، والفلوس اللي انا بشحنها ديت رايحة في ايه. غير بقى خالص يعني التاني، العداد التاني اللي هو المحصل بيجي ياخد او بيحصل كده الفاتورة بتاعته، بتبقي كده ايه، بتدفعي كده عمياني وما بتبقيش عارفة الفاتورة بتاعتك جاية بقد ايه، فمش بتبقي عاملة حسابك. فده الميزة بتاعته، ان انت بتبقى عاملة حسابك وعارفة انت هتشحني بقد ايه. حتى كمان يعني اقل شحنة فيه ممكن تشحني ب20 جنيه. يعني لو انت بقى معكيش فلوس خالص ممكن تمشي نفسك كده ب20 جنيه، ده اقل ايه شحن فيه. في كمان طريقة حلوة جدا، ان انت مش هتفضلي بقى تعدي على كل فيشة من الفيش بتاعة الأجهزة الكهربية اللي محطوطة في الكهرباء،
فانت بتروحي بقى على المفاتيح بتاعه الاوتوماتيك اللي بتبقى موجودة جنب باب الشقة. بتفضلي بقى تنزلي في المفاتيح بتاعة الأجهزة، وبعد ما الوقت يعدي بترفعيها تاني عادي، وبتلاقي بقى العداد بتاعك يعني خفف كده ايه الاستهلاك بتاعه، ونزل للشريحة الأولى تاني، اللي هي الشريحة بتاعة اللمبة وكده، بتاعة الاستهلاك بتاع اللمبة او اللمبتين اللي انت سبتيهم. بس يا جماعة هي دي كانت تجربتي مع العداد المسبق الدفع او او عداد الكارت الذكي. اتمنى بقى ما تنسوش اللايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن، وسبسكرايب لو انت اول مرة تشوفيني، وتفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد انزله. بشكركم على حسن استماعكم، ومع السلامة.